يا أهلا بيكم في قعدة سينما. النهاردة هنتكلم عن مسلسل كان بالنسبة لي هو مفاجأة حلوة فعلا، وهو البحث عن علا. البحث عن علا من إخراج هادي الباجوري وتأليف غادة عبد العال ومها الوزير، وبطولة هند صبري وهاني عادل وسوسن بدر. أعتقد معظم الناس عارفة إن المسلسل هو الجزء التاني من مسلسل عايزة أتجوز، وبنشوف حياة علا عبد الصبور لما جوزها هشام بيطلب إن هم ينفصلوا بعد جوازهم 13 سنة، وإزاي حياة علا اتغيرت عن الجزء الأول خلال فترة جوازها، وإزاي بتحاول تتخطى الانفصال وتغير حياتها تماما. ليه المسلسل بالنسبة لي يعتبر مفاجأة لطيفة؟ السبب هو إن ما كانش عندي توقعات كبيرة، وده كان بناء على كذا حاجة. أول حاجة الفرق الزمني بين الجزء الأول والتاني كان في حدود يمكن 12 سنة، وغالبا إن الأعمال اللي بيبقى بين أجزائها مدة طويلة بتكون العملية مش سهلة إن الجزء التاني يكون حلو، بس طبعا مش قاعدة. تاني سبب هو التريلر اللي حسسني إن الموضوع ما بقاش مرتبط تماما بالجزء اللي فات، فحسيت إن ممكن يكون ده مجرد استثمار لمسلسل ليه شعبية كويسة، وفي كذا حلقة الناس ارتبطت بيهم زي حلقة أحمد السقا مثلا، اللي لسه مستخدمة في ميمز كتير، وحقيقي كانت بتضحك، وده أفضل أداء كوميدي أنا شفته لأحمد السقا. وطبعا كان في كذا حلقة تانية أنا فاكرهم كانوا حلوين جدا. بعد ما اتفرجت كمان على الحلقة الأولى ما كنتش متحمس قوي، لأن ما أقدرش أقول إنها كانت وحشة بصراحة، بس أنا ما كنتش مستمتع جدا لأن حسيت إن المواقف كان معظم الوقت مقصود تكون كوميدية بزيادة. فيعني قلت ده فعلا استهلاك لمسلسل كان موجود قبل كده. بس زي ما قلت هي ما كانتش مكتوبة وحش، بس الحكاية دي كانت فصلاني. وكمان تم استهلاك فكرة كسر الحاجز الرابع كتير شوية، يعني هند صبري كانت بتكلم المشاهدين كتير قوي. وكمان أداء هاني عادل في الحلقة دي ما كانش مساعد قوي على إن الكوميديا تكون في أفضل حالاتها، ويمكن الكيمياء بينه وبين هند صبري ما كانتش عالية قوي في الجزء الكوميدي. بس بداية من الحلقة التانية الأمور اختلفت بالنسبة لي تماما، لأن حسيت إن المسلسل معمول بشكل ذكي ولذيذ، ودي حاجة مش سهلة. وكل حلقة بقت زي مشروع فيلم مش طويل، وفي نفس الوقت فضل المسلسل محافظ على كونه متصل، يعني الحلقات لازم تتشاف بالترتيب، بس كل حلقة بتقدم تجربة وحدوتة مختلفة. وفي خلال الحواديت المختلفة دي كنا بنلاقي علا في بداية تجربة عاطفية جديدة، مش لازم بتكتمل، ومفيش ولا تجربة عاطفية اكتملت، أو بتمر بمواقف مع ولادها أو في شغلها حقيقي كانت مكتوبة بشكل حلو جدا. وفي رأيي اللي زود لطافة الموضوع هو وجود شخصيات مساندة مكتوبة ومعمولة بشكل كويس جدا، وعندها تفاصيل حلوة وتضحك فعلا. يعني خليني أبدأ بشخصية نسرين اللي لعبتها ندى موسى أو رضا. كانت اسم نسرين الحقيقي رضا، وده كان من الحاجات اللي بتضحك فعلا في وسط الكلام. وجودها كان مهم لشخصية علا بسبب مناقشتهم مع بعض في حاجات كتير، ومواقفهم والكيمياء اللي كانت بينهم. أقصد طبعا هند صبري وندى موسى كانت في أفضل أحوالها. ومثلث الصداقة والشراكة اكتمل بوجود محمود الليثي أو منتصر، اللي كل تفاصيل شخصيته كانت حلوة بجد، سواء لبس أو كلام بالفرنساوي. وفكرة إنه بيميز الروايح دي تعتبر في رأيي فكرة عبقرية، كانت بتضحكني جدا، وتم استخدامها على أفضل ما يكون. المشاهد اللي كان بالذات في الأول بيدخل يشم الناس دي كانت حقيقي معمولة حلو جدا. ويمكن من الشخصيات أول شخصية تقريبا اللي كملت من الجزء الأول هاني عادل ظهر بس في آخر الجزء الأول، هي شخصية سوسن بدر. كانت معمولة كويس جدا، وأعتقد إنها ساعدت في ربط الأجزاء كمان، وإن إحساس المشاهد ما يروحش بالجزء الأول. وعلى فكرة ممكن لو محدش شاف الجزء الأول يشوف الجزء التاني على طول، بس هي يعني كان لينك كده بين الجزئين. فكرة الأفورة اللي كانت في شخصيتها كانت بتعملها حلو جدا، كانت بتضحك برضه، وكمان الضغوط اللي كانت بتحطها على علا كانت واقعية ومعمولة بشكل كويس جدا. والمواقف اللي كان بيبقى فيها زي تصادم مع شخصية علا كان حوارها مكتوب بشكل متقن ومش متكلف، زي المشكلة اللي قالت لها علا فيها إنها بتخاف منها وهي الأم زعلت وراحت بيتها.
وكمان من أصيع الحاجات اللي اتعملت في شخصية سوسن بدر هو استغلال ترند نفرتيتي مصر. فبعد ما اتكلمنا على شخصيات المسلسل المساندة، أعتقد إن ضيوف الحلقات كان اختيارهم موفق جدا، وكان في استغلال لستايل تمثيل كل ممثل عموما في إنه يضيف للشخصية بتاعته، فكل الاختيارات تقريبا كانت في محلها. تحديدا شخصيات زي خالد النبوي وفتحي عبد الوهاب وعباس أبو الحسن، اللي عجبني جدا إن ما كانش فيه مشروع علاقة عاطفية معاه، لأن ده كان ممكن يبقى حاجة كليشيه قوي بجد. بس شخصية خالد النبوي حسيت إن القصة بتاعته اتقطعت بشكل مفاجئ شوية، لدرجة إني كنت حاسس إنه ممكن يرجع في الآخر، تحديدا آخر حلقة. بس حلقته كانت حلوة ومهمة في وجود المشروع، اللي حسيت إن نجاحه كان سريع بشكل ممكن نقول إنه رومانسي شوية. يعني الأمور ما بتبقاش بالسهولة دي، كان في زي ما قُلت شكل رومانسي أوي في الموضوع ده. بس يعني لو اعتبرنا إن إحنا في نوعية مسلسلات ممكن تسمح بالتغاضي عن ده، أعتقد الأمور ممكن تكون ماشية يعني. وفي طبعًا شخصيات ظهرت في مشهد واحد زي يسرا وشيرين رضا كانوا لطاف يعني، وبيومي فؤاد كان مشهده مضحك بجد. فأنا في رأيي المسلسل ده بجانب الشخصيات اللي معمولة كويس والضيوف اللي ظهروا، تجربة مهمة وكويسة لكذا سبب. أول حاجة عدد حلقاته مش طويل، 6 حلقات عدد مناسب، مش بيخلي فيه مساحة بقى للمط والتطويل اللي يعتبر أكبر مشاكل الدراما المصرية ويمكن العربية كلها. ويمكن كمان من النقط الإيجابية اللي في المسلسل ده هي اختيار الممثلين، وده خلاني أحس إن من المرات النادرة إن ممكن يكون الكاستنج دايركتور عمل دور مهم في مسلسل عربي. أنا ما باقولش إن أنا عندي معلومة إن الcasting director جاب مين وعمل إيه وعرف قصة اختيار الأدوار، بس واضح إن ما كانش فيه اهتمام أوي إن يكون الشخصيات بيلعبها نجوم في المُعظم. يعني تحديدًا هاتكلم عن شخصيات زي مروان اللي هو أحمد طارق، دكتور مروان يعني، شخصيته كانت ممكن تحتمل وجود نجم، بس هم جابوا حد يمكن بيمثل لأول مرّة وكان مناسب جدًا من حيث الأداء، أداؤه كان كويس جدًا، ومن حيث السِن كل حاجة كانت يعني في مكانها. وكمان البنت اللي لعبت زينة بنته اسمها ياسمين العبد، حقيقي كانت عاملة الدور كويس جدًا، والأطفال عمومًا كانوا كويسين، بس تحديدًا زينة كان أدائها كويس جدًا، جدًا، جدًا. ومن النقط اللي أنا شايف إنها مهمة جدًا في المسلسل، إن في مسلسل زي ده بطلته ست، وممكن يكون بعض الناس شايفة إنه بيدعم الاتجاه النسوي، وده مش عيب تمامًا في رأيي. بس المسلسل ده كان موضوعي في طرح القصة والمشاكل، مش بيقدم شعارات ومش مشيطن أطراف. يعني هشام اللي هو الزوج رغم عيوبه بس ما كانش شيطان، والحوارات بينه وبين علا بعد الحلقة الأولى تحديدا كانت كويسة، خاصة المشهد اللي في المطبخ في بيته لما اتكلموا إن الولاد يفضلوا معاها ولا معاه. كان أداء هاني عادل في المشهد ده بالمناسبة كويس. هو في المواضيع الجدية في المسلسل كان أداؤه كويس للأمانة يعني. بس نرجع للمشهد ده هنلاقي إن المشهد ده واقعي، وحاجات كتير زيه في المسلسل كانت واقعية، من ضغوطات ومشاكل ممكن تتحط على شخصية زي علا. فكل ده خلى المشاهد سواء كان راجل أو ست ممكن يفهم معاناة البطلة ويقدر القصة كمان، ودي نقطة كويسة ومهمة. وبعيدا عن القصة، كان في عناصر حلوة عجبتني زي البساطة وعدم التكلف حتى في العناصر الفنية. يعني في لحظات الصورة بتكون فيها حلوة جدا، زي رحلة الصحراء والكامب وآخر دقايق في الحلقة الأخيرة، بس ما كانش فيه إفراط في ده. يعني هادي الباجوري ما كانش بيستعرض، لما بتيجي فرصة إن هو يعمل صورة حلوة كان بيعمل ده، بس كانت الأولوية للقصة والبساطة والسلاسة، وإن ستايل المسلسل كده ما يبقاش يعني متكلف أو مأفور. كان يعني ده بيساعد في الحفاظ على البساطة والطابع الكوميدي. فعلى كده ممكن نقيس بقى معظم العناصر. يعني الموسيقى كمان كانت حلوة كعادة خالد القمار، فده عجبني إن مفيش زي ما قلت تكلف. آخر سبب إن أنا شايف إن المسلسل ده كويس جدا 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 هو هند صبري. هند صبري ممثلة كبيرة جدا، الدور مش سهل واتغير عن الجزء الأول بس كان لازم يكون مربوط بيه. بس كالعادة هي عندها القدرة تعمل ده وتقدر تقوم بشخصية واحدة في أجزاء مختلفة وبيطرأ عليها تحولات كتيرة، زي ما عملت في الجزيرة 1 والجزيرة 2.
وزي ما قُلت هي واحدة من أفضل الممثلات العرب عمومًا، يعني عملت في مصر حاجات حلوة جدًا زي إبراهيم الأبيض، أحلى الأوقات، دي الحاجات اللي حاضرة في دماغي دلوقتي، بس معظم أدوارها قوية جدًا. وكمان في الحاجات التونسي أنا شُفت ليها فيلم قصيّر كان حلو جدًا، جدًا، وما تصدّقش إن هي اللي بتمثّل بالمصري، وهند صبري كمان من الممثلين القليلين جدًا اللي قدروا يوصّلوا المشاهد إن هو ينسى تمامًا إن هم مش من مصر، من ناحية الأداء واللهجة وفهم الناس في مصر، أعتقد المرحلة دي ما وصلّهاش حاليًا غير هي وإياد نصار. فيعني برافو عليهم إن هم عارفين يعملوا ده، لإن دي حاجة في رأيي مش سهلة تمامًا. فزي ما قُلت المسلسل واحد من التجارب المهمة، وأعتقد إن هو أفضل مسلسل عربي أنا شُفته على Netflix أو اتحمست حتى أشوفه، لإن إنتاجاتهم في العربي مش دايمًا بتكون جامدة. أنا فاكر إن يعني معظم الإنتاجات ما نجحتش، وإن كان أفضل مسلسل شُفته بعد البحث عن عُلا هو دولار، هو مسلسل لبناني لعادل كرم وأمل بوشوشة. بس كان في برضه بعض العيوب والمشاكل، بس يفضل البحث عن علا هو أفضل إنتاجات نتفليكس بالعربي في رأيي. بس آخر حاجة كانت خانقاني من المسلسل هي حاجة واحدة، سليم مش سليم. بجد الإفيه ده اتكرر كتير وبصراحة زهقني جدا، وأنا عارف إن هي حاجة موجودة وفي ناس كتير عندهم الحكاية دي، بس بصراحة بتخنق قوي. فيا رب تكون الحلقة عجبتكم، ويا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل عشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار، ونتقابل الحلقة الجاية. مع السلامة.